تصبحوا على الخير. تعالوا بقى نفطر كده، نعمل ساندوتش وكوباية نسكافيه عشان نفوق، عشان احنا النهاردة هننزل نلف على القماشة بتاعة البلوزة التايجر اللي انا عايزة اعملها للفرح. اروح بقى اعمل نسكافيه واجي اعمل معاكم الساندوتش، وبعد كده نروح نفطر. بس كده يا بنات، خلصنا بقى الفطار. عملت كده فطار لذيذ خفيف. عملت البيضة زي ما انتوا شفتوا، بس حطيت عليه جبنة رومي او قطعة من اللانشون التركي، بس يستحب مش كل يوم. تعالوا بقى نروح نفطر كده قبل ما ننزل، عشان نبقى في طاقة كده واحنا بنلفلف، لان يومنا النهاردة طويل. بوطة عشان خايفة بس. حبيبي انت اب مثالي، والله العظيم مفيش اب زيك. انت بتحب عيالك قوي، بتخاف عليهم، عايز تجيب لهم كل حاجة، عايز تجيب لهم نجمة من السما. بس يا ترى سألت نفسك هو ده نوع الحب اللي هم محتاجينه؟ مختار ولادك كبروا، ولادك جيل غيرنا خالص، ولادك عايزين يحسوا ان هم احنا كنا هنعمل اللحمة بكاتا في الزبدة والبتاع. تاخدي انهي بقى انت ان شاء الله؟ مش عارفة. يا ليلي بس حط بقى دبس رمان، شوية صويا صوص، ايه تاني؟ نحط فلفل اسمر. ليه؟ بس دوقيها كده. هروح ازاي؟
مين ما بياكلش لحمة الخروف اللي هي اللحمة الضاني زيي؟ انا استحالة اكلها، وبالذات لو مسلوقة. بس انا بعمل ايه بقى؟ بسلقها وبعد كده بعمل لها الخلطة اللي انتوا شايفينها دي وبحطها في الفرن. بجد مش قادرة اقول لكم تحفة. في ناس كتير بتحبها وفي ناس كتير ما بتتقبلهاش زيي، بس لو عملت لها الخلطة دي وحطيتوها تحت الشواية بجد هتحبوها قوي. هقول لكم مقادير الخلطة عشان لو محدش واخد باله او مش عارف انا حطيت ايه. حطيت معلقتين صلصة ومعلقة زعتر ورشة ملح ورشة فلفل اسمر وبابريكا، وحطيت بقى دبس رمان وشوية صويا صوص ومعلقة عسل كده عشان يديها طعم. وبس دخلتها بقى وولعت عليها الشوايه. هسيبها بقى 5 دقايق كده لحد ما تاخد لون وبعد كده اطلعها. تعالوا بقى نروح نعمل العشاء. معايا علبة زبادي يوناني، حطيت عليها معلقتين شيا، بذور الشيا حلوة قوي ومفيدة ودهون صحية ومشبعة جدا. بتحطيها كده على الزبادي او على كوباية مية، بس تسيبيها شوية لحد ما تنفش عشان تشبعك اكتر وتبقى مغذية. انا حطيتها على الزبادي كده وقلبتها، وحطيت نص معلقة عسل ابيض. قلبتها بقى وحطها في التلاجة لحد العشاء على الساعة 8 كده. انا كنت بعمل الغدا الساعة 4. حطيها على الاقل ساعتين، اقل حاجة. لو حطيتيها من بالليل للصبح هتبقى حلوة قوي. اللحمة بقى معايا بعد ما طلعت بصوا لونها والله العظيم خطيرة، ده غير ريحتها. الزعتر بيديها كده ريحة ونكهة تحفة. بصوا طرية ازاي. انا مسوياها سلقاها كويس قوي ومديها بقى الخلطة اللي عملناها مع بعض دي، حطيتها على وشها وحطيتها في الفرن على الشواية كده، اتحمرت وخدت مقرمشة وفي نفس الوقت طرية. تعالوا بقى نحط الغدا بتاعنا. دول يا دوبك 4 معالق رز، 5 بالكتير، ما تكتريش عن كده لو بتعملي دايت. دي شوربة لسان عصفور انا بموت فيها صراحة. اي شوربة مع الاكل في الدايت هتشبعك وهتملى بطنك، بس شيلي منها الدهون يعني خليها. انا بحط شوربة عندي في الفريزر، ماما بتحطها في الفريزر، وساعات بنحتاجها بنحب نعمل لسان عصفور بنطلعها تبقى عاملة طبقة كده، فبنشيل الطبقة بتاعت الدهون دي. لو عاملين دايت مش عاملين دايت خلوها يعني بتبقى ألذ صراحة في الاكل. حطيت بقى 5 معالق رز وواحدة بتنجان، ما كلتهاش كلها على فكرة عشان املاح، خدت نصها بس، وقطعتين اللحمة وشوية بامية صغيرين كده. وبألف هنا وشفا يا رب، بس الدايت يجيب فايدة معانا. اتغدينا بقى والحمد لله، وبعديها بساعتين 3 كده حسيت ان انا جعانة. قمت عملت نص رغيف كده، حطيت فيه قطعة فلامنك وشوحتها في الطاسة بنقطة زيت زيتون. مش قادرة اقول لكم كان طعمها خطير. مفيش مانع لو ما بين الوجبات خدتي حاجة بسيطة كده بس تكون صحية. جه بقى وقت العشاء. انا بتعشى قبل ما انام بساعتين، يعني على الساعة 8 كده. العشاء دايما خليه يكون حاجة خفيفة كده، مثلا بضاية وقطعة جبنة قريش، او علبة زبادي يوناني. لو زبادي يوناني طبعا انا عارفة ان هو غالي على فكرة، انا ما بجيبش غير علبتين في الاسبوع او 3. لو معايا تاني بجيب، مش معايا بجيب اللي هي العلبة الزبادي العادية اللي هي بس الكبيرة. وبحط بقى بزود عليها شيا زي ما انتم شايفين كده. لو في فاكهة حطي معلقة عسل، اللي متوفر عندك حطيه، ما تلزميش نفسك بحاجة مش في امكانياتك. عيشي بالامكانيات اللي معاكي، بالفلوس اللي معاكي، باللي متواجد في البيت. جبنة قريش موجودة كليها، مع حتة جرجير مع ربع رغيف، هيبقى زي الفل. ومش احنا بنمشيش الشهر كله على الزبادي اليوناني يعني، اسبوع زبادي، اسبوع بيض، اسبوع جبنة كده وبس. وربنا بس يقدرنا على الدايت ونخس